بكم وحلقة جديدة من بصراحة. الحقيقة النهاردة ضيوفنا مميزين جدا جدا، نجمين كبار جدا، ولكن ضيفي الأول ضيف مميز جدا جدا جدا، لأنه ضيف يقال عليه أنه مطرب حقيقي، وصعب جدا ان احنا نلاقي مطرب حقيقي الايام دي. مطرب ممكن يبكينا وبيضحكنا، ممثل جميل جدا جدا، حقق ايرادات عالية جدا. معانا الفنان حمادة هلال. ايضا عشان بنتكلم عن الايرادات، فمعانا برضو نجم بيحقق في السينما ايرادات عالية جدا، ولكن بيختلف عليه الناس ساعات، وبيقدم فن مش عارفة نقدر نقول عليه شعبي ولا ايه، ولكن هو لون جديد الناس حبته جدا فيه، بيتميز بيه، محدش عارف يعلى عنه فيه. فنان سعد الصغير. زي ما انا قلت ضيفين مميزين جدا، ولكن في فرق جامد قوي في الفن اللي انتوا بتقدموه. ما اقدرش اقول على حمادة هلال انه فنان شعبي، ما اقدرش اقول كده. لا شعبي حضرتك، كلنا شعبي. اللي بيتبرى من الشعبي يبقى مش لا انا ما قلتش بيتبرى، بقول الفنان حمادة هلال ما يصنفش مطرب شعبي خالص. هو الشعبي عيب حضرتك؟ لا مصنف شعبي. لا هو الشعب مش عيب طبعا، مش يعني عيب حضرتك. هو يعني احنا انا اتولدت في منطقه شعبيه، بس الواحد بيحاول بقدر الامكان ان هو يعني ما يفضلش في ينوع يعني انا شايف ان يعني دايما لما بتبقى على سكه واحده بيبقى العمر قصير، ما بيبقاش طويل. يعني موافق فنان حمادة هلال ان اللي بيبقى ماشي على سكه واحده طول الوقت بيبقى عمره قصير؟ يعني لو فضلت تقدم نفس النوعيه طول الوقت، يعني مثلا زي شعبان عبد الرحيم. لا استاذ شعبان عبد الرحيم ده طبعا ده استاذنا، هو استاذ شعبان، هو الناس حباه كده. استاذك شعبان عبد الرحيم؟ طبعا ده ابويا مش استاذي كمان، واب اي حد طبعا. استاذك في ايه؟ في الطرب يعني؟ في الطرب وفي الجدعنه وفي كل حاجه، ده اب لينا. يعني حضرتك انا اما تيجي تتكلمي ما تتكلميش على غنى ولا احنا بنتكلم على انسانيات. لا انا بتكلم على فن دلوقتي. بفضل ربنا سبحانه وتعالى سعد الصغير الناس حباه كده، ومش انا جيت حضرتك حبيت اغير، يعني حبيت اغير سنه الناس. انت تعالى خليك زي ما انت. بس حماده زي ما بنقول الاغاني اللي هي بتبقى اللي بتفضل زي مهرجانات دلوقتي مثلا، اللي هي بتبقى ماشيه على وتيره واحده ونفس المزيكا ونفس الاغاني، ما بتقدرش تعرف ده من ده. ايه سر ان الناس دي نجحت؟ السر ان هم جداد على الناس، يعني مش اكتر، ان هي مزيكا جديده او صوت بنسمعه في ودننا جديد. وكمان الناس يعني الناس محتاجة دوشة أكتر. يعني مش عارف، حسيت إن بتسميها دوشة؟ طبعا دوشة طبعا. سعد أنت مالك؟ يعني يعني أنت مش عارف إيه؟ مش مع حمادة إنها دوشة؟ يعني مش عارف. لا دي ناس اخترعوا وعملوا حاجه مزيكا كويسه وحلوه، انا مش تقبلت يبقوا شغالين 100. حماده بس في اول لقاء كده يعني وقتها بيقول لك مش شعبي، لا كلنا شعبيين. لا مين اللي قال لك؟ ده انا شرف ليا ان انا كنت. لا يا سعد، على فكره اقول لك على حاجه، انا شرف ليا ان انا لو اتحطيت في وسط المطربين الشعبيين اللي هم معروفين، اللي هو زي الفنان محمد رشدي، الفنان محمد العزبي، معظم اغاني عبد الحليم حافظ اغاني شعبيه. في فرق من الغنى الشعبي، فرق من الغنى البلدي، ده موضوع تاني. طب انت على انا اسمع، انا جاي لك. انت بيعجبك سعد الصغير؟ سعد الصغير بيعجبني طبعا. سعد الصغير يعني انا مش بنافقك، انا سعد الصغير لو مش مؤمن بيك اللي انت شخصيه يعني محترمه ومجتهد، اخوات يعني، وبتضوء. صدقني مش عشان الكاميرا ده اسمعني بس، يعني مش عشان خاطر كاميرا دايره دلوقتي اللي انا بقول الكلام ده. لا انت مجتهد يعني يعني بالمعنى اللي هو بينحت في الصخر. ليه قدام الكاميرا بتبقى حماده هلال الطيب والجدع من البلد يا عم، في الكاميرا اعمل ستوب ونشوف. ليه لما انت ما كلمت دلوقتي الانتاج بيقول لك يلا عشان سعد، رديت قلت له ايه ده وانا اطلع مع سعد؟ انا مش متفق اطلع مع سعد. لا والله حماده اجيب كريم بس انا اقول سعد، فقال لك ده سعد، قلت له رحت انت قلت له ايه واحنا هنعمل رقص ولا مش عارف ايه؟ ليه انا زعلت في الموضوع ده؟ لا يا سعد، انا هقول لك على حاجه طبعا عشان ما ينفعش نتكلم ان البرنامج الثاني. لا قلت كده فعلا. ليه انا بتاع رقص؟ انت بتقول له يبقى مش بالرقص ليه؟ والله العظيم ما قلت الكلمه دي رقص، والله العظيم مش عايز اطلع وحياه. لا ثانيه واحده، لا ثانيه واحده بس، اقسم بالله ثانيه واحده او صاحبي واحد يكلمك يلا اتاخر لا يا سعد، سعد صغير، سعد بعد اذنك يا سعد، بعد اذنك ليه يا حماده؟ لا يا سعد، اقسم بالله لا اله الا الله وحياه ولادي. يعني كريم ده مدير انتاج ده بيكذب؟ انا مش هحلف بحياه ولادي، هحلف بربنا اللي احسن من 100 ولادي، والله العظيم ما
قلت الكلمه دي. وتعالى قول لي انا كنت كلمتني انت معانا يا استاذ ريهام هتبقى رقص؟ ما فيش رقص طبعا. انت عارف ان هي بتعمل برامج جد وخير، او بتعمل برنامج جد لا يمكن يكون برنامج هلس. والله وانت عارف كده. والله اقسم مش بالله العظيم ولا انا يهمك ما قلتش حمد. كده. لو لا انت حصل. زعلان مني في دي لا ولا انت ظالمني. لا مش ظالم. بعد ما الحلقه اجيب لك كريم لا انت ممكن تعمل يعني لو احنا مش هوا نعمل ستوب دلوقتي ونجيب لا يعني قلت كده الحمد لله ان احنا مفاجاه بقى يا حماده والله العظيم بالسبيكر كان فاتح السبيكر. يلا يا استاذه نتكلم ده بعد الحلقة ولا؟ ماشي ولا يهمك. طيب ولا يهمك. الأصل والحياة قبل ما الواحد بيبقى مطرب وبيبقى معاه فلوس انت من الناس اللي قعدت في شبرا وما غيرتش المكان اللي انت فيه ليه؟ قبل ما اخش الغنى ده حضرتك انا كنت يعني بطبل او بعمل اي حاجه حضرتك. انت كنت بتطبل اصلا؟ عيلتي مبسوطه بفضل ربنا. كان ابويا مقدم في قوات مسلحه وامي عندهم ورث كتير. فقبل ما ابقى في وسط الفن ده انا راكب عربيه من قبل ما اغني. بتضحك عليه؟ انت بتضحك عليه؟ تريق ليه يعني؟ لا ما بتريقش يعني. انا مستغربك. معانا فيديو نشوفه مع بعض. لمين يعني؟ بتضحكوا عليه يا جماعه؟ ايه يا عم انت اهو؟ ايه يا عم الامور انت اهو؟ واحد بياكل دي فيها حاجه يعني ولا ايه؟ مش فاهم كده. يعني بيتك كان بسيط يعني ايه يعني بيت مين بس حضرتك؟ لا بتقول مقدم في القوات المسلحه دي حضرتك دي اوضه. حضرتك جايبه اوضه ما جبتيش بقيه الشقه لحضرتك. دول 6 اوض. هو ايه المشكله يا سعد؟ انا مش عارف الناس بتضحك عليه. مش عارف هو ايه المشكله؟ طب ما انا جايبه لي اوضه حضرتك. انا عشت لغايه 15 سنه لغايه ما سن 13 ولا 14 سنه 15 سنه عايش في شقه 35 40 متر. وبالنسبه لي الشقه دي كنت شايفها قصر. بقاله 3 سنين ما راحش زي الحمر. انا بقى اللي بتتريق وبيضحك وبيعمل ايه كده. انا قاعد في المنطقه واللي الجمهور بيضحك عشان لا امي بتاكل. ايه ده؟ في حاجه مشكله دي؟ بقاله 3 سنين ما راحش المنطقه. لا مش لا رحت. لا بالعكس يا سعد انا بروح اقول لك على حاجه. انا ما رحتش. ممكن انا ممكن اكون مقل. انا قاعد في شبرا حضرتك ولا رحت المعادي ولا 6 اكتوبر ولا التجمع الخامس. قاعد في منطقتي يعني ابن بلد. انا امي اللي هو بيضحك عليها دلوقتي حضرتك هي امي اللي هي دي. احنا قاعدين في شبرا. لا ثانيه. انت بتضحك دلوقتي حماده. بضحك على الحاجه والدتك. انت بتضحك عليه دلوقتي؟ الفيديو ده على الطعميه. اوعى سعد. طب على الطعميه؟ لا كلكم. امال انت بتضحك عليه؟ طب بتضحكوا عليه طيب؟ لا وانت عارف ان والدتك انا بحبها ايه. لا فاهمني. طب الجمهور انت بتضحكوا عليه طيب؟ لا هم يضحكوا ماليش دعوه. انا انت بتضحك معاهم. لا انا بضحك على كلمتك. كلمتي ايه؟ واحده بتاكل عشان بناكل فول طعميه؟ انا بضحك عليك انت مستغربك. لا انا الجمهور يعرف دلوقتي. بص امي راحت جايه. لا امي راحت جايه رحت انت ضاحك. بتضحك على مين؟ على الاكل ولا على امي؟ لا انك بتقول انا كنت راكب عربيه استاذه ريهام بعد اذنك. انا لا ما تدخلش. طب ما دخل مين يا جماعه؟ انت عارف ان الست دي اكتر ست انا بحبها في حياتي. بتضحك وانت عارف. مع الفنان حماده هلال والفنان سعد الصغير. انت عم بتضحك عليه انت هو يا عم انت هو. في يا سعد. احنا عشان اتوترنا قبل التصوير صح؟ نشيل الحته دي يا سيدي من هو طب انا عملت ايه لسعد؟ هو بصراحه الجمهور ما كانش لطيف انه يضحك. احنا ما قصدناش اهانه ابدا. احنا جايبين صوره. هو انا ضحكت على والدته؟ جاي من اصل بسيط بس. طب ما انا مخلوق يعني. انت شايفني عايش في ثريات يا سعد. هو ما ضحكش غير على هضحك على مين يا سعد؟ التاكسي. يعني انت لو ده بيتك يعني ربنا يبارك لك ويديم عليك نعمه. ما احنا كنا قاعدين في يعني الحمد لله ربنا يديمها نعمه. هو يعني لا اله الا الله. والناس يعني الناس البسيطه دي عيب؟ لا بالعكس. ده بالعكس الناس البسيطه دي عايشه احسن مننا. ومره ثانيه رجعنا لكم مع الفنان حماده هلال والفنان سعد الصغير. سعد من الحاجات اللي بتقرق الفنان جدا المعجبات، وخصوصا لو راجل متجوز. بتعاني قد ايه من حكايه المعجبات دي وبتعمل خلافات بينك وبين مراتك؟ لا انا يعني حاجات بتفرقش معايا خالص. ولا لكن في ناس بتتكلم على التليفون عندك معاكسات. لا انا مش ماليش في الكلام ده خالص. لا انا قابل ناس عادي في الشارع بسلم عليهم عادي خلاص بس. حماده موضوع المعجبات وخصوصا بعد جوازك سبب لك اي مشاكل؟ لا ما يعني الموضوع مش يعني عادي خالص. بالعكس هي اكيد مراتي قبل ما نتجوز هي عارفه طبيعه شغلي وعارفه ان دول ناس بتحبك. يعني بتحبك مش عشان خاطر ان اكيد معجبه مش بتحب حد يعني عشان خاطر ان هي يعني
تبقى ضرتها في يوم من الايام ولا اي حاجه، لا خالص يعني. انا بعتبر ان ده هي دي شغلانتنا. طيب تعالوا نشوف فيديو معجبات حماده هلال. ما فيش حد بيعمل معاك كده؟ دول متأجرين حضرتك. يعني ايه متأجرين؟ متأجرين يعني لو ركزت عليهم كده هتلاقيهم دول بيطلعوا في برامج عادي عادي. موديلز يعني؟ موديلز حضرتك. موديلز على فكره ساعات صح. واللي واقف تحت ده الراجل ده عادل عبد الله. احنا جبناهم اجرناهم وعادل كان هو اللي الراجل ده في حضرتك واحد البنات دي. يا عم خد الكدبه كملها لغايه الاخر وخلاص. طب اكدب لو عايز تكدب اكدب يلا. بتكدبوا ليه يعني؟ بص حضرتك هيكذب ليه يعني؟ مفيش كلام. حماده نجم يعني بدليل حضرتك هم عاملين له ستيج حضرتك عالي عشان البنات تنزل على النت. يا جماعه انا هتفق معاكم بعد ما تخلصوا هنا بره تقولوا يا سعد يا حبيب قلبي وبتاع عادي حضرتك. شوفيش تامر حسني حضرتك؟ نسمع حاجة. يا صاحبي ليه مش كده بتعد لي ايدي من بعد ما ساعدتك وعليت على ايدي. انا بقول يا صاحبي ليه مش كده بتعد لي ايدي من بعد ما ساعدتك وعليت على ايدي. انا اللي ازرعك انا اللي ازرعك انا اللي ازرعك. انا بقول يا صاحبي ليه مش كده بتعد لي ايدي. انا جاي والصحه متاخره بتعلم الخنفان وفن السمكره. يحلى الكلام بالرغي والنواره بس الزمن ما يجيبش تاني نواره. حوشوشك في منبع الجواسيس ما انا اصلي عارفه خسيس وده فن اسمه الفن فانتاستيك. هزغزغك خليك قاعد على كرسيك هفرجك على الراس في المكسيك. يلا السلام ارفعوا السلم. انا النهارده يا فندي ناوي اتكلم. يا عمي انا بقول تلميذ قليل الادب غلط في استاذه. انا بقول تلميذ قليل الادب غلط في استاذه. تلميذ وقال القلم اكتب كمال استاذ. اصل الحكايه لتلميذ معاه اصل الحكايه لتلميذ معاه اصل الحكايه لتلميذ معاه. التلميذ قليل الادب ولا حدش رباه. التلميذ قليل الادب ولا حدش رباه عشان بيغلط ويعيب عشان بيغلط ويعيب في استاذه. عمل عمايل غلط ما اصله مش باقي. ما يحسبش ان الدنيا فيها لقا وتلاقي. كان فاكر ان القرش راح يفضل معاه باقي. ودارت الايام ومرت الايام. التلميذ راح للاستاذ البيت. اقول لكم بعد الحلقه التلميذ قال له الاستاذ ايه. التلميذ والاستاذ ده سعد صغير وحماده هلال. هو كل واحد يفهم اللي عايزه حضرتك. انا مش لا يعني ما هو اللي تصدر لنا كده. انا ده اللي وصلنا انا كمان. لو وصل لك رد حضرتك. لو انت شايف ان في رد حضرتك. انا يعني كل واحد مين التلميذ؟ اشمعنى انت بص الوحيد اللي ما سقفش. الوحيد اللي ما سقفش. لا مش ده اللي انا جايبه معايا اهو. لا ده بايت شغال مع حضرتك. ده مين التلميذ ومين الاستاذ؟ لو قلنا في القعده دي مين التلميذ ومين الاستاذ بصدق شديد. السؤال ليك يا حماده. مين التلميذ ومين الاستاذ؟ انا تلميذ لاي حد في الدنيا والله. لا بجد والله تلميذ والله. انت بتتجمل قدام الكاميرا افاق انسان تاني وانا وحبيبي وانت روحي وبتاع. الله يسامحك. بره يا مش عارف ايه وموضوع تاني خالص. حماده هلال بيحب الفلوس. اول ما جاب العربيه الهمر خباها عشان ما حدش يشوفها. بيخاف من الحسد من يعني. زمايله. الحسد ده بيخاف مني انا. يعني انا صاحبنا انت رايح فين يا حماده وانا قاعد معاه دلوقتي رايح مشوار ابص تلاقيه بيصور فيلم. خايف بيخاف من الحسد. ما بتقولش فعلا يا حماده عن حاجتك بتخاف من الحسد. ما يقولش لاي حد حضرتك. وساعات تلاقيه في اوردر بقى وش كده على طول. اخبي الهمر. هو بيجيب العربيه حضرتك بيخبيها الاسبوع ويقعد كده ايه رايك في الهمر يا جماعه ويقعد طب ايه رايكم يعني ممكن اجيبها. يبص في عينينا تمام ان احنا الموضوع يروح مطلع بقى العربيه وباع العربيه. انا بص اقول لك على حاجه سعد. اما بنعمه ربك فحدث انا اكتر واحد للدرجه دي اشتغلت وربنا كرمني وبس. بعد كده اساسا الفلوس يعني ربنا العالم هي بتروح فين. لكن اللي انت عايز اقوله لك بس اللي انا هفهمه لك كلمه صغيره ان واقول لاستاذ رهامه اقول لك ان موضوع الحسد طبعا معروف يعني. بس في فرق ان انت تبقي خايفه من الحسد او خايفه على شعور بني ادم قدامك. زي ما استاذ سعد بيقول لك دلوقتي ان انا سبت المنطقه. انا سبت المنطقه ليه؟ هقول لك ليه وجهه نظر ان انا سبت المنطقه يا استاذ سعد. انا سبت المنطقه لان ما تبقاش سبب لقلب انسان يتكسر
عايش معاك كان بياكل معاك في نفس الطبق، ممكن يكون انت معاه فربنا يعني إيه؟ مش فاهمة. هفهمك، هقول لك ازاي. اسف اللي انا مش عايز بالبلدي مثلا اكون انا في منطقتي وليه اصحابي اللي في نفس المنطقه، انا ربنا كرمني وفتح عليا، ليه اخش عليهم بهمر وشبح وحاجات؟ راضيهم يا عم، ما راضيهم يا عم ده راضيهم. لا يا اخي كل واحد تيشيرت، هقول لك عارف بنطلون، عارف المرضيه يديله 500 جنيه، عارف المرضيه، مش تقعد 3 سنين ما تجيش المنطقه، ما بيديش حضرتك. هو بس حمد هلال بره ويقابلك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبتاع وامشي. الواد سعد ده ابن مش عارف تربين تربين تربين. طب ما تتكلم يا عم الامور دلوقتي، ما تخليك بره زي الكاميرا هنا. بص لي على الاقل اقول لك حاجه، على الاقل انا صريح بتكلم كده اهو، مش زي الخبيث بتشوف صور تتخابس وعارف اللي هو ايه اللي هو وبتتكلم. برضه انت مصمم تغلط فيه عشان الصوره اللي انت متخيل ان هو ضحك عليها وهو ما ضحكش على حاجه. بغلط فيه حضرتك. هو ما ضحكش على حاجه. لا بغلط انا حضرتك، بغلط وانا من شبرا وبغلط، وانا ما سبتش منطقه لغايه دلوقتي وساكن في الاوضتين هو انا عايز اقول لك هو انت عشان من شبرا غلطه ولا لا يا عم مش غلط يا عم حماد. انا عايز افهم يعني انت بتقول من شبرا فبغلط؟ ما انا بقول لك يعني ابن بلد، شبرا دي ابن بلد، بقالك قد ايه ما رحتش على فكره ابن البلد عمره ما بيغلط 3 سنين. لا انا بقول لا انا بعرفك حقيقتك، انا بعرفك حقيقتك ان انت بتتجمل بره الكاميرا، انا بعرفك حقيقتك. بقالك قد ايه ما رحتش منطقتك، بقالك قد ايه ما زرتش صحابك، بقى انت خفت على زمايلك تخش عليهم بالهامر فرحت سايب الحته. لا يا بيه، ايه ده تيجي ازاي دي؟ لا يا بيه، لا بقى اقول لك حاجه، خش عليهم ب 28 وخد يلا يا محمد يا مالك يا خد مالك يا ده ابراهيم، خد يا سعد ما تعيش. بص يا سعد انت مش طبيعي قوي. لا سعد انت مش طبيعي. لا انت اللي طبيعي يا عم. لا سعد انا اسف يعني. لا اسف يا عم، وعايز تمشي تتكل على الله براحتك. لا انا مش هقوم امشي او هعمل انا مش همشي. مش يمشي فين؟ هو في بيتك انا بقول قاعد في بيتك. لا خالص. اصل انت لا اصل ده كلام فيه فرق دلوقتي، ان انت كنت زعلان من موقف ولازم يعني اقول لك انا بتكلم حقيقتك، انا بتكلم الحقيقه يا ريس، حقيقتي اللي انا انسان يعني انت رحت 53 57 مستشفى ورحت سلمت عليهم بس. ايه بقى ايه ده؟ هم جايبين عشان تسلم عليهم؟ ايه ده؟ رحتوا يا جماعه السلام عليكم يا جماعه، استاذ حماده كان الله ده جه قلب المستشفى. طب ايه مفيش ظرف ولا في حاجه؟ قالوا ظرف ولا جواب، ده جه سلم ومشي. قال لا وحماده لا. طب انا بقى اللي بتضحك عليا هي ربنا اكرمني. يعني مثلا واحد راح مثلا. طب هو انت قاعد بتعمل فيه كده ليه؟ انا مش فاهم، انا مستغرب. لا يعني انت قاعد في حلقه بتعمل انت عايز توصلني عشان هو ثانيه واحده يا سعد، عشان هو يعني انت قاعد عايز تشوهه طول الوقت قدام جمهور. هو اللي بدأ، عرفته على حقيقته. هو سعد كان بيضحك بالحضن وسمعه على السبيكر والله والكره هنا بان بقى والصفار لما شاف لو انت واثق من نفسك مش هتعمل كده، مش هتيجي تصفي حسابات جوه الحلقه. لا كره انا واثق من نفسي وبجيب ايرادات اعلى منه حضرتك. ايرادات في ايه؟ في الافلام يعني. بس انا مش متخيل حضرتك يعني. الوحيد اللي خدته انا تنكر انا خدتك في حفله المنتخب في دبي؟ لا ما انكرش. تنكر؟ لا ويا ريت نفع ولا ما انكرش. قلت له بقول لك يا حضرتك الساعه 7 اخر النهار فاضل ساعتين على الطياره. قلت له بقول لك يا بنت انت فين؟ قلت له في طياره مستناك، كانت طياره خاصه، هات فرقه وتعالى وربنا اكرمه. ما شلناش الكلام ده خالص. وانت طالع بطياره خاصه تبع مين؟ تبع دبي حضرتك. عارف فاكره انت المنتخب لما خد العلب؟ كنت انا اللي مودي المنتخب حضرتك هناك. كان هو اللي مودي العلب. انا كنت مودي العلب. امال اعمل لك امال اقول لك ايه يعني ايه مودي العلب حضرتك؟ يعني انت الطياره الخاصه دي بتاعتك؟ بس يا عم الامور والنبي يا عم الامور انت بس يا عم الامور دي اول اللي ضحكت عليها. ما هو مهرج يا استاذ، ما هو اللي بيهرج يا استاذ. انا بقول له انا خدت المنتخب، قال لي لا ده انت اللي خدت العلب. ممكن نقوم انا وانت بره نقف شويه؟ لا انا مش هكلمك، مش هقعد معاك، همشي معاك بره. هتقول لي ايه يعني؟ ما نتكلمش قدامي فيها ساعه. انت في انت شارب حاجه ولا في؟ لا مش شارب حاجه، وانت اما تضحك مش شارب حاجه. في ايه انت شارب حاجه بجد؟ انت ما قلتش كده يا احمد؟ قلت تعالى يا احمد، تعالى اتفضل. شوف هتقول ايه. لا والنبي تعالى هنختم خلاص. ثانيه واحده اتفضل. في ايه؟ انت بتضحك على احمد؟ تقول انا امي ما تضحك على امي انا؟ بتضحك على امي احمد لما تضحك على الفول والطعميه. والواد اللي معاك ده مش ده اللي هو شغال معاك ده اللي هو بتاع اللي بيشيل لك شنطه؟ هو ده اللي مش انت مش طبيعي. لا اللي مش طبيعي. لا انت مش طبيعي. انت فيك ايه؟ نادي كريمه، نادي كريم انتاج. انت فيك ايه؟ انا سامعك على سبيكر حماد. نادي كريم. لا انت فيك ايه؟ لا يا حماده ولا حنبوزه. نادي كريم. ثانيه واحده بس. اقسم بالله انت قلت واد مش هطلع معاه في بتاع الرقاص ولا ايه؟ وانا انت جايب لنا رام سعيد ولا رقاص؟ رقاص يا سعد. انت اللي قلت. انا سامعك بالمزيكا يا احمد، انت بتقول له كده يا حماده. بقول يا انا قلت ورب الكعبه ما قلت. طب انت مش عايز تطلع ليه يا حماده؟ انت مش عايز تطلع يا ابني عشان خايف عليك انت يا ابني. خايف عليا يا عم؟ انت عارف ان انا ما بطلعش. لا ما تخافش يا عم عليا. صدق وتقوم بيه بالله يا عم. وحياه لا اله الا الله، وحياه لا اله الا الله، انا اللي مسكتني دلوقتي امك ربنا يبارك لك فيها.
والله العظيم انا ضحكت على كلمه التاكس. بقول لك يا احمد، بس اي كلام تاني هتزوده قله ادب بلاش يا سعد. انت عارف ان انا ما بقطعش البرامج. لا انت ما عارف ان انا جيت عشان انت انا مش الادب بس انا جيت لك. لا مش الادب يا عم انا مش استاذ. انا مش الادب انا مش استاذ. خلاص مش استاذ يا عم الامور. خلاص يا عم حماده. سعد انا يا سعد يعني بس انا عمري في حياتي ما وصلت لكده. في ايه؟ طب يلا بس هنختم. انت زعلت يا حماده؟ انا هخاف. يعني ايه يا اخي؟ مش انت عمال تتكلم في ايه؟ انت ما تزعليش يا حماده. خلاص يا حماده ما تزعليش يا حماده. انا مش بزعلك يا سعد. انت كنت انت اخويا. اقسم بالله العظيم انت كنت ساكت عشان الحاج. انا ساكت عشان برضه الحاج. يا عم انا اسف يا عم. لا يا عم حماده لا يا عم، بس آسف. انت قلت لا يا عم. خلاص يا عم حماده خلاص. انا اسف. انا اسف، لكن انا عمري في حياتي ما انا اضحك على امك. ممكن يكون بعض الحاجات الفنان سعد الصغير قالها على حماده ممكن تكون حقيقيه. اختلفوا في كلامهم، واختلفوا في وجهات نظرهم، مختلفين في رؤيه فنهم. في حد بيعادي الرقص ومش موافق عليه، وفي حد شايف ان اتحاق الناس او سعاده الناس بتيجي من الرقص والتنطيط، وان مفيش في ده حاجه عيب. ولكن هو خلاف مزيف، لان حماده مش عارف ان احنا بنعمل فيه مقلب. دخلت عليك. ايه رايك يا ريس؟ صعب اصلا. هنختم بس دخلت عليك فعلا. والواد ده معايا بقى. هيزعل مني انا. ده تدخل 10، ده اطيب انسان فلازم تخش عليه. والله مش صايع انت، ما انت لو صايع بقى. لا مش حكايه صايع. مفيش حد بيجي بيصدق ان انا ممكن اعمل برنامج زي ده. ممكن تكون يعني استفزتك. اشتم كان يشتم. شفت حماد قال نختلف ولكن من غير خلاف ومن غير زعل. والنبي شفتي ما اشوفكم يشتم. بكره وتصبحوا على خير. نسمع حماده بقى.